صباح الخير. فوز الاهلي امبارح طبعا على الجونه 2-0. والتألق لإمام عاشور لتاني ماتش على التوالي. بشوف ان ده مستوى إمام عاشور الحقيقي، او يعني مش بالكامل، بس انا بشوف ان ده قرب جدا لمستواه مع نادي الزمالك. وهو ده إمام عاشور اللي نعرفه. راجل بيكمل على الجون وبيشوط وبيحاول وسرعات. لعيب كواليتي عالي جدا، أثر في حق نفسه كتير الفترة اللي فاتت. كان مركز مع السوشيال ومركز بره الكورة. ودايما نصيحتي ليه ابعد عن السوشيال وابعد عن الجمهور. جمهور الزمالك ما كانش عامل لك مشكلة في حاجة قبل كده عشان تطلع بعد كل ماتش تلقح بحاجة معينة أو تعمل مشكلة معينة، يعني مع نادي الزمالك. نادي الزمالك هو اللي صنع إمام عاشور، وهو اللي خلاه لعيب كبير، وهو اللي خلاه بيلعب في نادي الأهلي دلوقتي. وأنا لسه عند رأيي إن إمام عاشور كواليتي عالي جدا، من أحسن اللعيبة اللي موجودة في مصر في سنه ككواليتي يعني. اتمنى ان هو يستمر، لان احنا حتى كمنتخب مصر احنا محتاجين نوعية اللعيبة دي طبعا مع اللعيبة المحترفة. اتمنى ان هو يكمل بالمستوى الكويس ده ويعلى كمان، ويتألق اكتر، عشان يساعدنا حتى في المنتخب ان احنا يبقى عندنا اكبر عدد ممكن من اللعيبة الكواليتي العالي، طبعا مع اللعيبة المحترفة، لان احنا مفتقدين ده من زمان يعني. فين وفين لما بنلاقي لعيب كويس، لعيب مؤثر، لعيب عنده ثقة في نفسه. بالنسبة للمباراة بقى وأداء الأهلي والجونة، أنا ما شفتش المباراة بالكامل بصراحة، يعني ما كنتش متواجد يعني، بس شفت ملخص الماتش. بشوف دايما برضو مشكلة الأهلي هي ما بيلعبش بأداء ثابت طول المباراة. بلاعب الجونة فريق تقريبا بينافس على الهبوط. أداء سيء جدا الشوط الأول. آه، بشوف إن الأهلي محتاج صفقات زي ما بيقول كولر. يعني كولر كل مباراة، المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراة لازم يتكلم ويقول يا جماعة فين الصفقات، وبيحرج الإدارة، وشايف إن الإدارة ملهاش حجة. بعكس نادي الزمالك طبعا. الزمالك محتاج صفقات، ولكن الزمالك ما عندوش إمكانية. عنده مشاكل مادية كبيرة. بيحاول يفاوض لعيبة مصريين أكتر على قد الإمكانيات، ولكن الأهلي المفروض إن هو عنده إمكانيات أعلى من كده. مش شايفين لحد دلوقتي حاجة. الأهلي إحنا خلاص عندنا منتصف شهر يناير، ولحد دلوقتي الأهلي لسه ما جابش لعيبة. أداء سيء جدا من الأهلي، ومش قادر إن أنا أقول إن كولر هو سبب. طبعا هو أحد الأسباب، ولكن طول ما هو ما فيش عدد اللعيبة الكافي، أو في أماكن معينة فيها تقصير جامد، ما نقدرش نلومه على حاجة. نقدر نجيب له سكواد كامل ونقدر نحاسبه بعد كده. كولر بيحاول يمشي واحدة واحدة وبيكسب ماتشاته، ولكن ما يقدرش يكمل بالطريقة دي الموسم كامل طبعا يعني. فأعتقد الأهلي لازم بسرعة جدا التدعيم. زي ما شفنا الشوط التاني كان أفضل، كملخص يعني كان أفضل. والأهلي وصل للجون بأكتر من كورة وأكتر من فرصة وأحرز الهدفين. آخر حاجة عايز أتكلم فيها كده خاصة بالتحكيم. يعني أنا مش من عادتي إن أنا دايما أتكلم عن التحكيم، ولكن عايز أقول إن النادي الأهلي نادي كبير جدا. الأهلي بشوف إن هو آه، مش محتاج مساعدات، أو مش محتاج تحيز. الأهلي كان كده كده هيكسب. ولكن شفنا ضربة جزاء للجونة واضحة وصريحة على رامي ربيعة. مش عارف يعني، أنا مش عارف يعني، زاوية رؤية الحكم كانت واسعة جدا وواضحة ليه جدا، وهنفترض إن هو ما شافهاش. طب الفار يعني، رامي ربيعة ما لمس الكورة نهائي خالص، وواخد رجل مروان، قاصص رجله بالكامل. فانا مش عارف يعني، انا مش عارف كانت وجهة نظر الفار ايه ان الكرة دي ما تتحسبش.
وانا عشان محدش يقول ان انا بعلق على التحكيم، بالعكس انا ما بحبش اتكلم عن التحكيم كتير، ولكن السنه دي الاهلي كان فيه كتير حاجات تحكيميه. فانا مش عارف يعني، هو انا بشوف ان الاهلي يا جماعه، الاهلي نادي كبير، لازم الحكام تبقى حاطه في دماغها الموضوع ده. الاهلي مش محتاج المسانده التحكيميه، وده طبيعي حتى لو خسر بسبب ضربة جزاء او الكلام ده الطبيعي، وهي دي كرة القدم يعني. ما فيش نادي في العالم ما بيخسرش، فطبيعي ان انت تخسر حتى لو في ضربة جزاء. ادي لكل فريق حقه وسيبها بقى على الله يعني. ما تحسب لهاش. اصل انا لو ما عملت حسبت على الاهلي، انا تاني ماتش ممكن ما حكمش او اقعد فتره ما حكمش او الاهلي يشتكيني او الكلام ده. خلاص يا جماعه، المفروض ننسى الكلام ده خالص. اهم حاجه ضميرك، والكره في الاول والاخر مكسب وخساره.